بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم، أسعد بلقائكم اليوم في عقدة جديدة من 30 عقدة في رمضان. أختنا المهندسة الفاضلة عندها مشكلة، تعالوا نسمع المشكلة مع بعض ونروح نشوف حلها بسرعة عشان ما نقعش فيها مرة تانية. ازاي حضرتك يا هندسة عامل ايه؟ الحمد لله كويسة. يعني انا دلوقتي حاطة الافراط وكل حاجة بس مش ظاهرها لي في طباعة الماركر مع بعض. يبقى مشكلتنا دلوقتي في إن الإفراد مش ظاهرة في طباعة الماركر. وأنا في الباترن ديزاين، أول ما المشكلة دي تتقلي على طول لقيت الباترونات معمول لها إفراد، أروح على الأكيومارك اللي فيها الشغل بتاعي وأفتح جدول النوتشات في نوتش. هشوف إحنا عندنا 99 خانة من أشكال النوتشات، إحنا مستخدمين شكل رقم واحد. يبقى التايب عندي هنا اللي هو نوتش تايب رقم واحد. اوتوماتيك اجري على الباترن ديزاين واخش على فيو اقول له وريني كده اشكال النوتشات هنا اهو، شكل النوتش تايبس، الاقي الارقام بتاعتي غير واحد اهو. ما دام اي حاجه غير واحد اللي موجوده في الستورج اريا يبقى غير متطابقه معايا. جيربر هيعمل ايه؟ هو النوتش عنده هنا 9 و10، تمام كده، يروح يطابق ده مع البي نوتش اللي في الستورج اريا، يقول لي نون، مش هعمل لك ولا فرق. تمام كده. طيب انت لو جيت اصلا طبعت الماركر اهو، الماركر ده بعته للطباعه send to Pluto، بالرغم ان انت في الباترن ديزاين عامل نوتشاتك صح اهو، وبعته وقال لك سكسس، وفتحنا على برنامج البلوتر اهو. ادي الماركر بتاعنا بتاع الطباعه، هبص الاقي كل الاجسام جايالي من غير اي فورك تماما، ما عنديش ولا نوتش في البادوت، رغم ان انا هنا عامل نوتشات اهي، عامل في نص الكم وعامل في الشمال واليمين. طيب علاج القصه اني اخش على اديت نوتش اهو، هقول له انا عايز كل النوتشات تبقى شكل رقم واحد تايب واحد. الموجوده فين؟ الموجوده في البي نوتش اهي، عشان يبقى بصوا هنا نن يعني ولا حاجه، لان ما عنديش رقم اتنين. لو انا جيت في 9 وحطيت اي شكل نوتشات يطبع، لكن ما دام نن وهناك في الباترن ديزاين واخد رقم 9 و10 اي رقم غير الواحد هنا ما يطبعش. علاجها ان انا هخش هنا كده اهو وهقول له ده تايب رقم واحد عشان يتطابق مع الموجود في الاستورجري. ابلاي بقى واحد اهو، امسك نوتش نوتش اهو. هنا عدلت كل النوتشات خليتها كلها رقم واحد اهو، خلاص عشان وقت الحلقه كله بقى رقم واحد. هقول له سيف وكليك يمين سيلكت اول، كليك يمين اوكي. طيب اوفر رايت اقول له ابلاي فول اول لكله اوفر رايت، خلاص بقى كله كده بالنسبه لي اوكي، خد رقم واحد. هروح افتح جدول او افتح الاكيومارك نفسه وافتح الماركر بتاعي. طب احنا عندنا هنا اعداد بسيط جدا عاملينه ان اي تحديث او اي تعديل في الباترن ديزاين يسمع اوتوماتيك في الماركر بتاعي. فهنا عملنا القصه دي منين؟ من فايل وقلنا له هنا اوبشنز، وهنا قلنا في الاوتو ابديت ماركر خليناها برومبت. تعالوا نقول الاختيارات دي. ثلاث اختيارات: نو يعني اي تعديل اعدله في الباترن ديزاين ما يسمعش في الماركر. يس يسمع من غير ما جيربر يقول لي. برومبت يسالني يقول لي خلي بالك في تعديل حصل اعدل ولا لا. فبنخليها دايما برومبت، اديني انا ولا صاحب القرار، انا اللي اقول تعدل ولا لا. حاجه افتح الماركر بتاعي تاني اهو، هيديني الرساله دي: The marker ladies blouse 2026 needs to be updated. use طب بالظبط كده latest pieces اخر حاجه. تمام، هقول له update now yes. اوكي عمل ابديت. اجي ابعت بقى الماركر بتاعي ده send to بلوتر، وادي ده للبلوتر بتاعنا عشان نطبع يلا. وهاجي هنا اقول له بروسيس، قال لي هنا سكسس. طيب نفتح برنامج البلوتر نقول له تعالى اخر بلوتر عندي. هتقول لي اعرف منين ده اخر واحد؟ بالتاريخ اهو وبالساعه بتاعتنا اهي. ده كنا عاملينه 1:30، ده 1 تمام كده اهو. دوست على دي كده وهات الماركر بتاعي، هلاقي الافراد نزلت معايا، بقت موجوده. ليه؟ لان بقت متطابقه مع البينوتش الموجود في الستورج اريا. بالتوفيق لحضرتك يا باشمهندسه، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.